بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حلقات ضحايا ريا وسكينة والحلقة رقم 48. هنبدأ النهاردة إن شاء الله من أول ما هيتولى سليمان بك عزت تحقيق قضية ريا وسكينة. أوعدكم إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله يوم الخميس القادم هقدم لكم نص وأقوال وشهادات كل اللي هيتم ذكرهم النهاردة في حلقة النهاردة من كتاب سرداب المومسات للدكتور محمد عبد الوهاب، أو من كتاب ريا وسكينة القصة الحقيقية لمحمود صلاح. كمان هقدم لكم إن شاء الله التفاصيل تفتيش بيوت المتهمين وإيه اللي وجدوه بالظبط في البيوت من واقع التحقيقات ومن واقع المحاضر اللي تمت بالفعل. وهقدم لكم حاجة طريفة بإذن الله، اللي هو الخطاب اللي تم العثور عليه في غرفة ريا، واللي كانت أرسلته زينب أم مصطفى أم ريا لبنتها ريا. انتظروني بإذن الله يوم الخميس القادم. لما انتقلت قضية ريا وسكينة للمحقق سليمان بك عزت وكيل أول نيابة القاهرة، بكده استقرت قضية ريا وسكينة في إيد الراجل اللي هيعيد تحقيقها من البداية للنهاية، واللي هينجح في فك ألغازها وطلاسمها، وهيدفع المتهمين للاعتراف بجرائمهم، وهيثبت التهمة عليهم وهم اللي كانوا مصرين على الإنكار، والرجل اللي هيترافع ضد المتهمين في جلسات المعارضة ويفرج بالتدريج عن المحبوسين اللي هيتضح براءتهم بعد كده، واللي هيوقع قرار الاتهام اللي هيشمل أسماء المتهمين الحقيقيين في القضية، ويترافع ضدهم أمام قاضي الإحالة ومحكمة جنايات الإسكندرية لحد ما هيصدر الحكم بإعدام 6 من المتهمين. كانت قضية ريا وسكينة واللي اتعرفت في الأوراق القضائية بالقضية رقم 43 جنايات اللبان لسنة 1920، كانت القضية بتجمع بين الوضوح التام بسبب سهولة استنتاج أسماء المتهمين فيها، وبين الغموض التام بسبب صعوبة إقامة الدليل عليهم. وكان من المستحيل إن سليمان بك عزت ينفرد بتحقيق قضية ريا وسكينة لوحده. استمر سليمان بك عزت بنفس تقسيم العمل اللي كان قام به كامل بك عزيز قبل كده. أحال سليمان بك عزت الوقائع التفصيلية على نفس المعاونين اللي كان منهم علي بدوي وإبراهيم يحيى وحسن فريد، وكلفهم بعرض شعور الضحايا وملابسهم، واللي تم ضبطه في منازل المتهمين والمشتبه فيهم من ملابس ومصوغات، عرض كل الأشياء دي على أسر الضحايا عشان يتعرفوا على الجثث أو على أي شيء من متعلقات الضحايا، وبتحقيق اللي ممكن يقولوا المتهمين من دفاع عن أنفسهم. واختص سليمان بك عزت نفسه بالتحقيق في الوقائع الرئيسية للقضية والتحقيق مع المتهمين الرئيسيين في القضية. لما بدأ سليمان بك عزت التحقيق أدرك مدى الصعوبة والعناء اللي هيواجهه ويقابله في التعامل مع متهمين ما يملكوش للدفاع عن أنفسهم إلا سلسلة من الأكاذيب غير المحبوكة، واللي بيفرض عليه واجبه إنه يقوم بتحقيقها على الرغم من ثقته الكاملة في كذب كل هذه الادعاءات. كان سليمان بك عزت اطلع بسرعة على أقوال ريا اللي كانت أدلت بيها خلال الأسبوع الأول من التحقيق قبل ما يستدعيها الساعة 4:15 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر سنة 1920. وافتتح سليمان بك عزت تحقيقه بإعادة استجواب ريا. كررت ريا نفس الأكاذيب اللي استمرت تقولها من بداية التحقيقات، ووصلت لعبة تجهيل الأسماء للضحايا ما عدا نظلة. كانت بتستخدم الأسماء الأولى من الضحايا فقط، وكانت بتمنح الاسم الواحد لأكثر من ضحية. وركزت ريا اتهاماتها لعرابي وأحمد الجدر وعبد الله الكبجي وعبد الرازق يوسف. كان الجديد في جلسة التحقيق الأولى لسليمان بك عزت هو أسئلة المحقق نفسه، اللي كان بيتوقف عند الثغرات المنطقية في أكاذيب ريا وبيناقشها في كل كلمة وفي كل تفصيلة بتقولها، وخاصة ادعائها بأنها كانت بتترك الغرفة لأحد الرجال الثلاثة اللي ذكرتهم، اللي هو عرابي وأحمد الجدر وعبد الرازق يوسف، عشان ينفرد بامرأة وترجع لا تجد المرأة، مع إنه من المنطقي زي ما قال لها المحقق إنها تظل بالقرب منهم عشان تشوف طلباتهم وتحصل في نهاية المدة على إيجار الغرفة. وتاني حاجة استنتاج ريا بأن القتل كان بيتم خلال الفترة دي، مع إن ريا ما شافتش بعينها وما وجدتش في الغرفة في كل مرة أي أثر يدل على حدوث عمليات القتل. كمان وطبقا لرواية ريا نفسها إنها ما كانتش بتدخل الغرفة مباشرة بعد انصرافهم، ولكنها كانت بتتجه لمنزل شقيقتها سكينة
وتجلس معاها بعض الوقت وترجع تفرش حصيرة تنام عليها في فناء المنزل. حاولت ريا تبرر الثغرات دي بمرويات وأكاذيب جديدة، ولكن لما حاصرها سليمان بيك عزت بالأسئلة حاولت تشتت انتباهه بالتركيز على اتهام عديلة الكحكية اللي وصفتها ريا بأنها واحدة من النسوان الماشيين. وادعت ريا إن عديلة هي صاحبة فكرة تأسيس بيت حارة النجاة، وإنها كانت بترتب مواعيد لرجال يدخلوا البيت مع نساء ويخرجوا وحدهم. وقالت ريا إنها لما أبدت لعديلة ملاحظة عن عدم دخول الرجال بالنساء وخروجهم وحدهم، قالت لها عديلة طبقا لأقوال ريا: اسكتي يا مرة، اوعي تجيبي سيرة كلام من ده، لأن عرابي وعبد الرازق قتالين قتلة وبعدين يموتوكي زيهم. وفهم سليمان بيك عزت إن ريا رجعت مرة تانية تقود التحقيق لمسارات فرعية، وإنها بتحاول تشتت انتباهه وبتحاول تشيع الاتهام بين عدد كبير من المتهمين. فقرر سليمان بيك عزت إنه يوقف التحقيق وأجله لصباح اليوم التالي، بعد ما يعيد قراءة ملف القضية ومحاضر التحقيقات السابقة سواء تحقيقات الشرطة أو النيابة، وفهم من خلال القراءة دي خطة دفاع المتهمين وما فيها من ثغرات، ووضع خطة مضادة تجعل قيادة التحقيق في إيده وحده عشان يكتشف الحقيقة. صباح اليوم التالي الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1920 استأنف سليمان بيك عزت التحقيق وأعاد فتح ملف سكينة، واللي كان شبه مغلق من وقت القبض على ريا ومن وقت اكتشاف مقبرة حجرة ريا الرئيسية في 38 حارة علي بيك الكبير. وكان اللي شجع سليمان بيك عزت على ذلك أقوال سيدة بنت سليمان قاسم زوجة محمد أحمد السمني اللي أدلت بيها مساء يوم السبت 20 نوفمبر سنة 1920، واللي ما كانش حد ناقشها فيها بسبب الكشف المتوالي عن المقابر الأربعة وانشغال المحققين بالاستماع للطبعات المختلفة من أقوال وأكاذيب ريا، والقبض على كل اللي بتتهمهم في أقوالها بالمسؤولية عن قتل ودفن اللي تم العثور عليهم في المقابر المكتشفة من جثث. واختار سليمان بيك عزت أقوال سيدة بنت سليمان عشان تكون البداية الفعلية لتحقيقاته، لأنها كانت أول شاهد رؤية في القضية تقول إنها شافت بعينها 2 من الضحايا، وهم زنوبة الفرارجية وفاطمة بنت محمد عبد ربه أو فاطمة شيخة المخدمين بتجلسان في غرفة سكينة مع مجموعة من الرجال، وسمعت بعد كده صوت صرخات في الفجر وعثرت على خرق ملوثة بالدماء في غرفة سكينة أو بجوارها. كانت سيدة بنت سليمان بدأت تخاف بشدة من اللحظة اللي اقتيدت فيها الاسم شرطة اللبان بعد الكشف عن الجثة الأولى في بيت الجمال في حجرة سكينة، لأن سيدة بنت سليمان أدركت إن حسب الله ما كانش بيضاجع المرأة العورة زي ما توهمت لما شافتهم من الشباك، ولكنه كان بيستعد لدفنها. ولأن سيدة بنت سليمان كانت حصلت على 2 جنيه مقابل كتمانها الأمر ومقابل كتمان اللي شافته، دفعها الخوف الشديد من افتضاح الأمر وإقحامها في الاتهام للإدلاء بأقوالها الأولى اللي نأت بنفسها عن البيت تماما، وزعمت إنها بتغادر البيت في الصباح لبيع البيض وما ترجعش إلا بعد الغروب. وأكدت كمان في أقوالها الأولى إنها ما شافتش أي امرأة غريبة بتدخل غرفة سكينة، مع إن سكينة نفسها اعترفت إنها بتأجر غرفتها للعشاق. واستغل الصاغ محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان مخاوف سيدة بنت سليمان، وبدأ يزود من مخاوفها بعد حبسها على ذمة القضية في تخشيبة اسم شرطة اللبان. ولفت الصاغ محمد كمال نامي نظر سيدة سليمان إن مسؤوليتها القانونية أكبر من مسؤولية المجرمين الحقيقيين، بحكم إن زوجها هو المستأجر الأصلي للطابق الأرضي اللي تم العثور فيه على 3 جثث. ونبهها لأقوال وإشارات سكينة الخبيثة في التحقيق لما قالت سكينة إن ابنها أحمد السمني كان من بين اللي أجروا غرفتها، وبكده زود من مخاوف سيدة سليمان على نفسها وعلى ابنها، وجعلها تتكلم وتعترف له باللي شافته وسمعته، وقادها بعد كده أمام المحقق عشان تدلي بأقوالها الجديدة اللي قالتها يوم السبت 20 نوفمبر سنة 1920 واللي احنا قلناها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. لما استدعى سليمان بيك عزت سيدة بنت سليمان قاسم صباح يوم الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1920، ما أضافتش سيدة سليمان جديد لأقوالها، ولكن أكدتها أمام سليمان بيك عزت، ووجهت بكده ضربة عنيفة لدفاعات سكينة. فشهدت سيدة سليمان بأنها شافت 2 من الضحايا في غرفة سكينة، وده يكذب ادعاء سكينة بأنها ما تعرفش أسماء الضحايا ولا أوصافهم،
وكمان حددت أسماء 6 من الرجال قالت إنهم كانوا بيترددوا على سكينة في غرفتها، وإنها شافتهم بيجالسوا الضحيتين في غرفتها. والرجال دول كانوا حسب الله سعيد ومحمد عبد العال وسلامة محمد خضر، وأصدقائها في الخمارة اللي كانوا متعودين يجلسوا معاها في الخمارة اللي هي خمارة سبيرو، شعبان العربجي وخميس المنجد وفهمي الطباخ. فهدمت بكده سيدة سليمان ادعاء سكينة بأنها امرأة وحيدة ملهاش راجل. وكشفت سيدة سليمان بأقوالها دي إن سكينة عندها عدد من الرجال يقدروا يقتلوا ويحفروا ويدفنوا. وكانت سكينة ولحد الوقت ده بتصر على إن مطلقها محمد عبد العال ما كانش بيتردد عليها في بيت الجمال، لأنه سافر قريته قبل ما تنتقل إليه من حارة النجاة، ومرجعش الإسكندرية إلا بعد ما انتقلت منه للإقامة في بيت أبو المجد المواجه له. وبكده أقوال سيدة سليمان بتكذب الادعاء ده، وبتكشف إن محمد عبد العال أقام مع سكينة في بيت الجمال لمدة 2 شهر قبل طردها منه. وبكده هدمت أقوال سيدة سليمان ركن أساسي من أركان دفاع سكينة ومحمد عبد العال، وده اللي استفز سكينة بشدة. وأول ما واجهها المحقق سليمان بيك عزت بأقوال سيدة سليمان الجديدة، ثارت سكينة في وجه سيدة سليمان وفرشت لها الملاية أمام المحقق وقالت لها: وطليقي وجوز أختي مالهم؟ تجيبي سيرتهم ليه؟ تحب نجيبولك جوزك وابنك ونحكي عن المستخبي؟ مش انت اللي قفلتي باب اوضتك على خضرة والجدع اللي جابته من الخمارة وقسمتيها في ال0.5 ريال اللي أعطاه لها، وبالأمارة كان 5 تعريفة؟ وأبعد سليمان بيك عزت سيدة سليمان من غرفة التحقيق منعا لاشتباكهم مع بعض في عراك بدني، وانفرد بسكينة عشان يستجوبها عن الواقعتين اللي حكت عنهم سيدة سليمان في أقوالها الجديدة. وطبعا أنكرت سكينة تماما الواقعتين دول، ونفت إن تكون زنوبة الفرارجية دخلت غرفتها أو إنها تناولت الطعام بها، وقالت إن سيدة ما كانتش في حاجة إنها تسألها عن زنوبة الفرارجية أو تقول لها دي مين، لأنها تعرفها كويس بحكم الجيرة وبحكم عملهم في نفس المجال، لأن واحدة منهم فرارجية والتانية بتبيع بيض. وكمان قالت سكينة إنها كانت بتقلي سمك في يوم في فناء المنزل لما دخل عليها صديقها خميس المنجد، فدعته لتناول الغداء معها ومع مطلقها محمد عبد العال. في نفس الوقت حضرت سيدة من الخارج فدعتها لتناول الطعام معاهم، وما كانش موجود أي شخص آخر من الرجال أو النساء. ورجعت سكينة تأكد على ادعائها بأنها مش الوحيدة اللي سكنت الغرفة، وقالت إنه أقام بيها قبلها أم جابر وبطة وصالح العدني، وإنها ما سكنتش في الأوضة إلا 10 أيام فقط. ورجعت كمان تركز شبهاتها على محمد سليمان شكير وعلى أحمد السمني الابن، باعتبارهم الوحيدين اللي استأجروا كل واحد منهم الغرفة ليلة، وكان معاها امرأة ما شافتهاش سكينة وهي بتغادر الغرفة. وبدأت سكينة تثير الشبهات حول سيدة سليمان نفسها، بدأت تلوث سمعتها. فادعت سكينة إن سيدة سليمان كانت بتدير غرفتها للدعارة السرية، وقالت إنها كانت شريكة لها في إيراد الغرفتين. وكمان زعمت سكينة إن سيدة سليمان كانت بتدير بيت للبغاء السري في محطة الرمل. وأنكر محمد سليمان شكير للمرة الثانية ادعاء سكينة، ووصف كلام سكينة بأنه كلام كذب من أوله لآخره، ودلل على كده بأنه ما كانش في حاجة لاستئجار غرفة سكينة وهو مأجر بالفعل غرفة في نفس المنزل. وفسر اتهامات سكينة له بأن سكينة بتحاول تنقذ نفسها من الورطة اللي وقعت فيها، وإنها اتغاظت منه لأنه شهد أن مطلقها محمد عبد العال ما يزال يقيم معاها. ولكن سيدة سليمان اتزلزلت واتهزت بشدة لما واجهها المحقق سليمان بيك عزت بكلام سكينة عنها بسبب التشهير بأخلاقها والتلويث سمعتها، وهي من المفترض أنها سيدة من الأحرار. وكمان بسبب الشبهات اللي أثارتها سكينة حول ابنها أحمد السمني الابن. وقالت لسكينة أمام المحقق: أنت خباصة وعاوزة تجرجري ابني ومفيش حاجة من دي حصلت. ردت عليها سكينة باستهانة وقالت لها: خباصة، هو ابنك بيشتغل في ايه؟ فهم سليمان بيك عزت خطة سكينة واتأكد من كذب ادعاها، وانها بتتهم محمد سليمان شكير واحمد السمني الابن بنفس الطريقة اللي كانت ريا بتتهم بيها عرابي واحمد الجدر وعبد الله الكوبجي وعبد الرازق يوسف. وان تشهير سكينة بسيدة سليمان واتهاماتها ليها بانها شريكتها هي صورة طبق الأصل من اللي عملته ريا مع عديلة الكحكية. وكان الهدف في الحالتين واحد، هو استغلال رعب وخوف عديلة وسيدة
كسيدتين المفترض أنهم من الأحرار، خوفهم من الاتهامات الأخلاقية ومن تلويث سمعتهم عشان ما يشهدوش باللي يعرفوه من حقائق. ولم يتردد سليمان بك عزت في مواجهة سكينة بأنه كشف خطتها الدفاعية. فقال سليمان بك عزت لسكينة بوضوح: يظهر أنك تريدين أن توجهي الشبهة ضد السمن الصغير، لأن أمه شهدت بوجود نسوة عندك مع رجال، وبأنها سمعت صراخا آخر الليل، كما شهدت بأن شوكير يعرف بدخول نسوة عندك، فأردت أن تتهميهما كما اتهماك. وكان اكتشاف الجثة الثالثة في أرضية غرفة سكينة بيهدم جانب آخر من دفاعها. واتفاجئت سكينة تماما لما قال لها سليمان بك عزت: إذا سلمنا بأن الجثتين اللتين عثر عليهما في غرفتك لامرأتين جاءت إحداهما بصحبة شوكير والأخرى بصحبة السمن الصغير، فمن الذي جاء بالجثة الثالثة؟ ودي كانت المرة الأولى من بداية التحقيق اللي تتلخبط فيها سكينة وما تجدش إجابة. والتزمت سكينة الصمت لبعض لحظات، وسألت المحقق بعدها وقالت له: وجدتم واحدة جديدة؟ فلما أجابها سليمان بك عزت بالإيجاب، ردت سكينة وقالت له: يعلم ربنا. ولاحظ سليمان بك عزت إن محدش من زملائه المحققين عرض الجثث اللي تم العثور عليها في الغرف على رية أو سكينة، فقرر عرض الجثة الجديدة اللي كان تم العثور عليها ظهر اليوم نفسه في غرفة سكينة على سكينة عشان يكشف الأثر النفسي للمفاجأة. وزي ما قال في محضره: ما يكون من أمرها عند هذه المواجهة. ومع إن سكينة كانت استعدت وتحصنت لمواجهة الموقف ده، ما ظهرش على عينيها أي أثر وهي بتتأمل على ضوء مصباحين قويين جثة أم عرفات اللي كانت موجودة في الحفرة اللي وجدت فيها. نظرت لها سكينة بنظرة جامدة ولكن لونها شحب تماما. ولما وضع المحقق سليمان بك عزت ودنه على صدر سكينة، لاحظ إن قلبها بيدق بشدة وبقوة، وكان وجه أم عرفات مغطى بنسيج ما قدرش المحقق يتبين هو إيه، هل هو من أثر ذوبان الجلد للوجه ولا نتيجة لالتصاق غطاء شفاف للرأس بالوجه. سأل المحقق سكينة عن ذلك فأجابت: ده شاش. وتنبهت سكينة لسرعة إجابتها وتسرعها لما سألها المحقق عن السبب اللي يجعلها تجزم بكده بإنه شاش. فادعت سكينة إنها سمعت الكلام ده من الجندي اللي كان بيحمل المصباح، ورددت كلامه اللي قاله. وأضافت سكينة عشان تدافع عن نفسها أمام المحقق: دي محفور لها غويط ومش معقول أقدر أحفر كل ده. وعشان تدافع عن نفسها وعن ابنها، اضطرت سيدة سليمان إنها تستدعي أشخاص آخرين، وإنها تذكر أحداث جديدة ما كانتش قالتها في تحقيقاتها الأولية ولا في أقوالها الأولية. كان أهمهم عائشة بنت عبد المجيد مقطورة سكينة اللي كانت بتقيم مع سكينة في المنزل، ووصفتها سيدة سليمان بأنها موطن سر معلمتها سكينة، وأكثر الناس معرفة بنشاطها في مجال البغاء السري. كانت عائشة بنت عبد المجيد محبوسة على ذمة القضية من وقت ما اتهمتها رية في الطبعة الثانية من اعترافاتها وأكاذيبها بأنها سحبت إحدى البغايا لحجرتها في حارة علي بيك الكبير عشان تقابل عبد الله الكوبجي، وما ظهرتش من وقتها. لما استدعى سليمان بك عزت عائشة بنت عبد المجيد، ركزت أقوالها في واقعتين اتنين. الواقعة الأولى هي واقعة اختفاء أنيسة بنت محمد رضوان، وكشفت أقوال ورواية عائشة عبد المجيد الغموض المتعمد اللي حكتها بيه رية، وورد في أقوال عائشة وعلى لسانها ذكر محمد خفاجة للمرة الأولى في التحقيق. أما الواقعة الثانية اللي ذكرتها عائشة بنت عبد المجيد هي واقعة اختفاء زنوبة الفرارجية. قالت عائشة عبد المجيد إنها شافت سكينة وهي بتاخدها من دكانها، وإنها اختفت من الوقت ده وما رجعتش. وقالت إنها شافت الشبشب التونسي الخاص بزنوبة الفرارجية وسكينة لابساه بعد اختفاء زنوبة الفرارجية بأسابيع قليلة. وكانت أقوال عائشة بنت عبد المجيد هي السبب في انتقال سليمان بك عزت بالتحقيق من المستوى الأفقي للمستوى الرأسي. فقرر سليمان بك عزت إنه يتوقف عند واقعة اختفاء أنيسة بنت محمد رضوان ويتعمق في تحقيقها عشان يكتشف الظروف المحيطة بالأمر. بدأ بالاستماع لأقوال عديلة الكحكية واللي ما كانش أي حد استمع لأقوالها قبل كده. وزي أي امرأة من نساء الأحرار أو المومسات الفاضلات اللي بتمارس في السر اللي تخجل إن الناس تعرفه، حرصت عديلة الكحكية في النسخة الأولى من أقوالها على إخفاء كل شيء يسيء لسمعتها، وتجاهلت الإشارة لعلاقتها الخاصة بمحمد خفاجة،
وأخفت كل اللي يتعلق باللقاءات اللي كانت بتجمع أعضاء الرباعي العاشق. وقالت عديلة للمحقق سليمان بك عزت إن هي وصديقتها أنيسة قابلوا ريا مصادفة في سوق الجمعة، وإن ريا ظلت تتردد عليها هي وأنيسة في بيتهم عشان أنيسة تخيط جلبابين لها ولبنتها بديعة. وأكدت عديلة إن علاقة خاصة نشأت بين ريا وأنيسة، وإنها ما تعرفش تفاصيل العلاقة دي لحد ما اتفاجئت بعد يومين من دخولها المستشفى بخبر غياب أنيسة، فغادرت المستشفى عشان تساعد في البحث عنها. وقالت إنها عرفت إن طفلة صغيرة حملت رسالة لأنيسة في الليلة اللي اختفت أنيسة في صباحها، فاستنتجت عديلة من كده إن الطفلة دي هي بديعة بنت ريا. فذهبت لريا تسألها عن أنيسة، وبعد ما هددتها ريا بفضحها دلتها على عربجي اسمه عبد الرازق، قالت لها إنه عشيق أنيسة وممكن تكون هربت معاه. وقالت عديلة إنها لما قابلت عبد الرازق عشان تسأله عن أنيسة نفى كل كلام ريا، وقال لها إنه متزوج وعنده 4 أولاد وما يعرفش أنيسة ولا عمره شافها. بعد كده أجرى المحقق سليمان بك عزت مواجهات عديدة بين عديلة وبين عائشة بنت عبد المجيد، وبين عديلة وبين ريا، واكتشف من خلال المواجهات دي بعض الحقيقة، واضطرت ريا والأول مرة إنها تكشف عن طبيعة العلاقة اللي كانت بتجمع بين أفراد الرباعي العاشق. وحكت ريا للمحقق عن سهرة العيد اللي انتهت بسرقة عبد الرازق لكيس النقود وفردة الحلق من أنيسة، وعن زيارة عديلة لبيت ريا عشان تتوسط عند عبد الرازق لإرجاع المسروقات اللي سرقها من أنيسة. وأيدت عائشة بنت عبد المجيد أقوال ريا دي، ولكن عديلة الكحكية أصرت على كلامها وأنكرت كل اللي ريا قالته وكل اللي عائشة قالته، لأنها كانت خايفة من الفضيحة ومش عايزة تكشف علاقتها بمحمد خفاجة أو علاقتها بالرباعي العاشق. كان من حسن حظ عديلة إن أقارب أنيسة أكدوا للمحقق إن أنيسة اختفت في اليوم التالي لدخول عديلة الكحكية المستشفى، وده اللي كذب اتهام ريا العديلة بإن هي اللي سحبت أنيسة للمنزل اللي اتقتلت فيه، واللي كانت ريا ولحد الوقت ده بتصر إنه بيت أمينة بنت منصور أم أحمد النص، وده اللي خفف من الشبهات عن عديلة، ولكنه ما كانش كافي إنه يبرئها بالكامل. بعد كده استمع المحقق لأقوال هانم بنت أنيسة الطفلة على سبيل الاستدلال. قالت هانم واللي كان عمرها 6 سنوات إنها تعرف بديعة اللي كانت بتيجي عندهم مع أمها، وإن عديلة كانت بتطلب منها إنها تحضر السكر من تحت السرير عشان تصنع القهوة لريا وتدعوهم لتناول الطعام، وبكده كذبت ادعاء ريا بإنها تعرفت على عديلة عن طريق عبد الرازق. وآن الأوان لاستجواب عبد الرازق يوسف، واللي ما كانش حد استجوبه أو استمع لأقواله على الرغم من مرور أكتر من 10 أيام على القبض عليه. كانت أقوال عبد الرازق يوسف عبارة عن كومة من الأكاذيب من الدرجة 10، ما كانتش بتحمل أي ذرة من المنطق. قال عبد الرازق إنه ما يعرفش ريا وما شافهاش في حياته إلا مرة واحدة فقط، لما دخل في يوم للمحششة اللي كان بيديرها محمود أبو الزكاك، فوجد ريا بتجلس في فناء المنزل مع مجموعة من النساء بيساعدوها في نتف ريش عدد من الوز في طشت من الصاج، وسمعهم بينادوها باسمها. وقال عبد الرازق إنه اكتشف إن الوز ميت، لعن أبوهم لأنهم بياكلوا فطيس، وبرر اتهام ريا له بإنها ممكن تكون متغاظة منه من الوقت ده وشايلها له. ولما عرض المحقق عديلة على عبد الرازق قال إنه ما يعرفهاش، ولكنه شافها من النساء اللي كانوا بيجلسوا حول طشت الوز الفطيس. وافتكر عبد الرازق فجأة إنه شاف ريا مرة تانية وهي بتجلس في خمارة مع 2 من الصعايدة، وسمع واحد منهم بيكلم ريا عن بلاغ اتقدم فيها بتهمة إخفاء امرأة. ولما سأل المحقق عبد الرازق عن اللي يقصده من روايته للواقعة دي، قال عبد الرازق ببلادة وبلاهة مش عارف، والبني آدم مننا الكلمة تطلع من حنكه تتكتب على جبينه. تحس من أقوال عبد الرازق يوسف إنه شخص متخلف عقليا، بيقول أي كلام، بينكر وخلاص، مش فاهم بيقول إيه. بعد كده انتقل سليمان بك عزت للتحقيق بالتفصيل وتعمق في قضية مقتل نظلة أبو الليل فتح الباب الضحية الثانية. أصر عرابي حسان على إنكار كل شيء، وقال عرابي إنه ما يعرفش نظلة ولا يعرف أمها ولا يعرف ريا ولا حسب الله، وكرر تبريره لاتهام ريا له بنفس السبب التافه اللي كان قاله في بداية التحقيقات، وهو إن ريا متغاظة منه من وقت ما كانت جارة له،
واكتشف إنها بتدير بيتها للبغاء السري، وفضح أمرها بين الجيران وسلط عليها الأطفال يجرسوها لحد ما غادرت المنطقة. وطبعا التبرير ده انكشف كذبه فورا من الحقائق اللي كشفها التحقيق بعد كده، وخاصة بعد ما زال الخوف عن زينب بنت حسن أم نزلة وتخلت عن تحفظها في الحديث عن عرابي، واللي كان سببه سببين اتنين: أولا خوفها من عرابي، وثانيا رغبتها في ستر بنتها وعرض بنتها نزلة أبو الليل بعد وفاتها. وبدأت زينب بنت حسن أم نزلة تذكر للمحقق اللي تعرفه عن صلة عرابي بنزلة، واعترفت أمام سليمان بك عزت إن عرابي كان هو الشخص الثاني اللي سألته عن نزلة بعد اختفائها بعد ريا وحسب الله، وبالتالي هو تاني شخص شكت فيه بعد ريا وحسب الله. ومع إصرار عرابي قال له المحقق: يستحيل إن تكون ريا هي اللي تقتل وتدفن بنفسها، لابد يكون معاها رجال يقومون بالقتل والدفن. فرد عليه عرابي وقال له: يا بدي معاها جوزها، وهو لا مؤاخذة راجل زي الطور. ولما طلب المحقق إنه يذكر أي سبب آخر يكون منطقي يبرر اتهام ريا له، قال عرابي: دي مرة بطالة وشهادتها ما تمشيش عليا، لأنها بهدلت أولاد الناس، وربنا يخلص الخالص ويشبك المشبوك. وبدأ التحقيق يضيق الخناق على ريا وسكينة اللي كانوا بيتحملوا المسؤولية الكبيرة بسبب وجود الجثث في أرضية الغرف اللي كانوا بيسكنوها. ظلت ريا تتخبط في أقوالها وتنكر كل يوم اللي قالته بالأمس، وترجع تنكره تاني طبقا لظروف التحقيق. ولكن دفاع ريا كان بيتركز على التضحية بالكل وتعليق المسؤولية عن ارتكاب الجرائم في أعناق شركائهم في سبيل إنقاذ الأسرة من حبل المشنقة. وإذا ضاقت حلقات التحقيق أكتر، كانت ريا بتضحي بشقيقتها سكينة وزوجها محمد عبد العال في سبيل إنقاذ نفسها وإنقاذ سي حسب الله. وتنفيذا لكده أصرت ريا لحد آخر لحظة على إخفاء اسم فردوس وإنكار معرفتها بيها أو بظروف العثور على جثتها في أرضية غرفتها، ولدرجة إن قال لها سليمان بك عزت بصراحة: أنت تنكرين كل ما يتعلق بفردوس، لأن أختك هي اللي أخدتها من منزلها وأحضرتها لغرفتك، ولأن فانيلتها وجدت مع زوج أختك، ولأن ختم زوجك وجد مع جثتها، فالمسؤولية عن قتلها تتركز فيكم أنتم الأربعة، بعكس الجثث الأخرى اللي يسهل عليك اتهام الآخرين بقتلهم. واضح إن سليمان بك عزت كان في منتهى الذكاء وكان فاهمهم 100%. ولما ريا ما وجدتش مفر، اتهمت شقيقتها سكينة اتهام صريح بالاشتراك مع عبد الله الكوبجي وأم أحمد النص في قتل إحدى الضحايا. وكان أسلوب ريا إنها تتهم أي امرأة تشهد ضدها أو ضد زوجها حسب الله بأنها بتعمل في البغاء أو بتشارك في عمليات القتل كنوع من الإرهاب أو التخويف، وكطعن في مصداقية شهادتهم. فوجهت ريا الاتهام الأول لأم نزلة اللي وصفتها بأنها بتعمل في نفس الكار، يعني بتعمل سحابة، وإنها ما بتشتغلش إلا على النسوان اللي بيشيلوا شنط. ووجهت نفس التهم لعديلة الكحكية، وأصرت إنها كانت شريكة لها في إدارة بيت حارة النجاة، وإنها اشتركت مع عبد الرازق في قتل أنيسة. ولكن الكلام ده ما فاتش على ذكاء المحقق سليمان بك عزت اللي قال لريا: من الغريب أن كل من يكون في أقواله دليل عليك أو على زوجك تجعلين منه شريكا لك في صناعتك أو في جرائمك. وكانت محاولات ريا للتنصل من مسؤولية الجثث والجرائم والفرار من حصار التحقيق جعل أقوالها كومة من الأكاذيب الساذجة، واللي كانت في مجملها ضدها هي نفسها. وده اللي ركز عليه المحقق، وظل يكشف أمامها اللي بتحويه مروياتها وأكاذيبها من ثغرات غير منطقية تجعل دفاعها ضعيف ويزيد من مسؤوليتها عن الجرائم. أكد سليمان بك عزت لريا إن كل اللي قالته بفرض صحته مش دليل كافي على إن عرابي أو أحمد الجدر أو عبد الله الكوبجي أو عبد الرازق كانوا بيقتلوا النساء، لأنها ما قالتش إنها شافت أي حد منهم وهو بيقتل. وده اللي أزعج ريا واضطرها إنها تضيف تفاصيل جديدة عشان تكثف الاتهام ضدهم وتبعده عنها. فاعترفت ريا إنها شافت آثار حفر في الغرفة، وإنها تأكدت بعد الحادث الثالث إنهم كانوا بيقتلوا النساء، ولكنها اضطرت للاستسلام لإرادتهم بسبب خوفها منهم، وبالذات من عرابي اللي كان متعود إنه يسبها ويضربها ويضرب بنتها بديعة. وبالتالي وقعت معظم حوادث القتل اللي تلت ده
أو اللي تمت بعد كده من دون موافقتها. وكمان اعترفت ريا إنها شافت عملية دفن أنيسة، واللي زعمت إن عبد الرازق وعرابي هم اللي قاموا بها. وبسبب رغبتها في إبعاد الاتهام عنها، اعترفت ريا أمام المحقق إنها استنتجت من شواهد عديدة إن القتل كان بيتم بهدف سرقة مصوغات الضحايا، وقالت إنها شافت عبد الرازق وهو بينتزع الغوايش من معصم أنيسة. ومع إنها نفت إنها اشتركت في القتل أو الدفن أو إنها قامت ببيع مصاغ الضحايا، اعترفت ريا إن القتلة كانوا بيعطوها نص جنيه في اليوم التالي لتنفيذ كل عملية. بعد كل ده، كان الشيء الوحيد اللي فشل فيه سليمان بيك عزت هو الحصول من ريا على اعتراف صريح عن دور حسب الله في عمليات القتل. أصرت ريا على تبرئة حسب الله تماما، على الرغم من شكواها المرة من خيانته لها وتخليه عنها وعن بنتهم بديعة، لدرجة أنه كان بيتركهم من دون طعام ويمضي وقته وينفق أمواله ونقوده في الخمارات وعلى النساء. بعد 5 أيام من التحقيق المتواصل، كان واضح في نهايته وكأن هو ده اللي هيقدر سليمان بيك عزت أنه يخرج به من تحقيقاته، وأن إقامة الدليل على المتهمين أصبحت أمر ميؤوس منه. ولكن حدثت المفاجأة اللي ما كانش أي حد يتوقعها، واتكلمت بديعة بنت ريا، هتكت كل الأسرار. وبكلام بديعة كشفت أسرار العصابة، وقادت أبوها وأمها وخالتها وزوج خالتها و2 آخرين لحبل المشنقة. وده إن شاء الله هيكون موضوع الحلقة الجاية بإذن الله يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى. وزي ما وعدتكم في أول الحلقة بإذن الله، حلقة الخميس القادم بإذن الله هنقول لكم نص وأقوال وشهادات كل اللي تم ذكره النهاردة في حلقة النهاردة من كتاب سرداب المومسات ومن كتاب ريا وسكينة القصة الحقيقية. بتمنى إن عملي المتواضع ده يكون نال على إعجابكم ورضاكم، وأتمنى أنكم تدعموا الفيديو باللايك والشير. إلى اللقاء في الحلقات القادمة. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.